السلام عليكم الغزالات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يوصلكم هذا الفيديو وانتم بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. اليوم بغيت نشارك معكم هذه الكيكه وواحد البسبوسات كيجيو غزالين البنات. تقدموهم لوليداتكم ولا لضيافكم يحمروا لكم الوجه في الطبله ديال الكوتي مع الا كانت عندكم شي مناسبه. مهم فبقوا معايا نتقاسم معكم المقادير والطريقه. اول حاجه كنحتاج 4 تاع البيضات البنات، فانيلا، كنحتاج المعلقه نتاع الخل و150 غرام تاع السكر، 150 غرام تاع الزيت، مليلتر نتاع الزيت، و200 مليلتر نتاع الحليب. والدقيق كيبقى على حسب الخليط. تقدر تقول لكم حتى 300 غرام ولا اكثر تاع الدقيق، لان عندنا السوائل بزاف. مهم كندوز الطريقه كندير البيض مع السكر هو الاول، وكنطرب غير بالطراب ديال اليد البنات، ما تحتاجوا لا طراب راه كهربائي لا والو، كتجي زوينه غير بالطراب نتاع اليد. المهم كنخلط البيض والسكر وكنضيف الزيت شويه بشويه. انا كنطرب وانا كنضيف الزيت شويه بشويه حتى باش كتنسجم باش كينسجموا العناصر مزيان وكتطلع لنا كيكه زوينه. صافي كنضيف كذلك الحليب حتى هو كنضيفه، كنبقى انا كنطرب وانا كنضيف كنزيد الفانيلا كيف كتشوفوا، وكنخلي النواشف هما تالين، وكنضيف معلقه نتاع الخل كتعطي لها واحد الهشاشه البنات كتطلع كتنفخ مزيان. صافي كنضيف دابا ما يعادل 18 غرام تاع الخماره تاع الحلويات، يعني كندير باكيه فيها 15 غرام وكنزيد راس نتاع المعلقه صغيره نتاع يعني ما يعادل واحد 18 حتى 20 غرام تاع الخماره نتاع الحلويات. هنايا كيف كتشوفوا عبرت بالكاس، دخلت لي فيها البنات 2.5 كيسان نتاع تقريبا 3 نتاع الكيسان تاع الدقيق. درت 2 كيسان في الاول وجاتني جاريه، وكنضيف واحد الكاس لاروب زدتوها نتوما كتشوفوا. المهم دخلت والكاس عندي فيه كيعبر 150 غرام، كل كاس 150 غرام. صافي ها نتوما كتشوفوا القوام نتاعها، راكم عارفين القوام نتاع الكيكه كيف كيكون. صافي دهنت هنايا المول نتاع 28 سنتيم، دهنته كيف كتشوفوا مول كبير البنات، ودهنته مع الجوانب، درت له الدقيق ولتحت درت بابي كويسون. صافي كندير المول تاعي، كندير الكيكه في يعني العجين في المول، وكندخلها الفران كيكون مسخن على 180 درجه، وكنخفض له كنشعل غير من تحت البنات حتى كطيب مزيان، عاد كنشعل من فوق شويه. المهم راه كتحمر واخا ما كتعلوش فوق. صافي دابا غادي ندوز للكريمه نتاع الكريمه باش غادي نمونطي الكيكه. كنحتاج نص سيترون تاع القشطه السائله، فانيلا، و250 غرام تاع الجبن ريكوتا، 150 غرام تاع السكر. يمكن لكم الا كانت تعجبكم الحلاوه حتى 180 ديروا السكر، انا درت غير 150، ما كتعجبنيش الحلاوه بزاف. صافي القشطه السائله خصها تكون بارده مزيان باش كتمونطا وكتطلع، ضروري من هذه المساله. كنطربها وانا كنضيف السكر، كنطرب شويه بشويه، كنضيف السكر شويه بشويه حتى كنكملو، وكنضيف الفانيلا والجبنه البنات حتى كتطلعوا الكريمه السائله، عاد كتضيفوا الجبن، ما كتضيفوش الجبن وهي ما طلعاش حتى كتطلع مزيان وتمونطا. عاد كنضيفوا ريكوتا بعد المره كيكون فيها شويه نتاع الماء كتصفيوها وعاد كديروها. صافي البنات كي كنساليو الكريمه كنديرها في الثلاجه ونخليها تبرد. كيف كتشوفوا هنايا هذه الكيكه ها هي خرجت طلعات البنات ودارت بواقه من فوق. صافي كندوز دابا هنايا نخلي الكيكه كتبرد، وكندوز كندير واحد البسبوسه. كنحتاجو لها البنات 3 نتاع البيضات، خماره نتاع الحلويات، 150 غرام نتاع الدقيق، 200 مليلتر نتاع اللبن، 130 مليلتر نتاع الزيت، وكاس نتاع الكوك 150 غرام، و150 غرام تاع السكر البنات. وكنحتاجو السميده حتى هي 150 غرام تاع السميده رقيقه. صافي البنات كندوزو كندير اول حاجه كنديرها هي كندير داك البيضات، 3 نتاع البيضات متوسطين الحجم، ما صغار ما كبار، متوسطين مويان. كنزيد عليهم 150 غرام تاع السكر وكنطرب،
وعندي كذلك 150 غرام نتاع الكوك، و130 مليلتر نتاع الزيت، و150 غرام نتاع الدقيق. هنايا كنزيد 100 كيف قلت لكم كنزيد الزيت صافي. وكنبقى كنطرب. كنزيد الكوك 150 غرام، وعندي هنا 200 مليلتر نتاع اللبن البنات. يمكن لكم تعوضوا اللبن تعوضوه بالحليب ولا يوغورت اللي كان عندكم، ولا دانون اللي عجبكم. مهم كنطرب كل شيء. انا درت اللبنه البنات في البسبوسه كيجي زوين، كتجي رطبه وكتطلع صافي. ضفت فانيلا كيف شفتوا. ودابا غادي نغربل الدقيق، ضروري ما تغربلوا من الافضل. كنضيف 150 غرام تاع الدقيق، و150 الخميره كنديروا 15 غرام، وكنضيف 150 غرام تاع السميده الرقيقه كيف كتشوفوا. صافي كنخلط وصافي. ها هي واجده. هذا القوام نتاعها ما كتكونش قاصحه، كتكون جاريه كيف شفتوها نتوما. ساهله، كتجي ساهله. يمكن لكم ديروها في مول كبير ولا ديروها في مولات صغيورين بحال هادو اللي درت انا. درت غير في هادو الصغيورين، درت لهم بابي كويسون من تحت باش ما هما ما كيلصقوش، غير انا درتو احتياط وصافي. صافي كنديرها في هاد لي مول هادو، وكندخلها حتى هي الفران على 180 درجه كيكون مسخن من قبل، وكيطيبوا دغيا البنات ما كيتعطلوش. صافي غادي نديرهم في الفران نخليهم يطيبوا. هانتوما كيف كتشوفوا كيجيو محمرين غزالين وما كيديوش الوقت بزاف. 15 دقيقه كيكونوا واجدين. هنايا غادي ندوز ندير الكريمه البنات. كنحتاج 200 مليلتر ديال البرتقال. كنزيد عليه 3 نتاع المعالق ديال المايزينا، والسكر كيبقى على حسب الذوق. وكنضيف كذلك واحد 2 معلقات نتاع ما زهر ولا ما ورد اللي كان عندكم، كتجي غزاله. صافي كنشعل البوطه عليها وكنبقى كنحرك بالمهل حتى كتقصح لي، حتى هانتوما كتشوفوا حتى ماشي كتقصح بزاف، شويه هانتوما كتشوفوا راه حيت ملي كتبرد كتزيد تقصح. هنايا ها هي البسبوسه البنات كيف جات، كتجي غزاله من بعد ما حيدتها من ليمول، كتجي زوينه. ودابا غادي ندوز نمونطي من بعد ما بردات الكيكه مزيان. غادي ندوز نمونطيها. حيت لهداك الراس البنات اللي طلع حيدته باش كنقادها باش كيجيني المونتاج كتجي مساويه ومقاده مزيان. صافي كنقسمها على جوج، وداك الوجه هو اللي كندير لتحت، وهذيك الجهه التحتيه هي اللي كنديروها الفوق، حيت كتكون مقاده ومتساويه هي اللي كنديروها على الوجه. هانتوما كتشوفوا مقاده ومزيانه هي اللي غادي ندير الفوق باش كتجينا المونتاج كيجي زوين ومقادت. صافي من بعد ما سقيتها بالحليب، ضروري كتسقيو بالحليب ولا السيرو ولا اللي عجبكم، مناضه اللي كان عندكم في الدار عصير كتسقيو به الكيكه نتاعكم، عاد كتديروا لها الكريمه وتمونطيوها. انا راه غير ما بقاليش ما بانليش داك ملي كنت كنديرها ما بانتليش. صافي كتسقيو، ضروري كتسقيو. وعاد دابا غادي نسقي هذاك الوجه وعاد غادي نضيفو كيف كتشوفوا. هذه الجهه تاع لاطارت اللي كتكون تحت هي اللي كنديروها في الوجه باش كتجينا مقاده كيف قلت لكم. صافي كنمونطيها بالكريمه مزيان وصافي كيف كيبان لكم في الصور. كنقادو مزيان وصافي. كندير مع الجوانب البنات كندير اللوز كونكاسي، وداكشي اللي كيطيح لنا في الفائض كنحاولوا حتى هو كنجمعوه كنصاوبوه هكا بالمعلقه مع الجوانب. داكشي اللي كيطيح كنشدو شي معلقه وكنبقاو كنلصقوه هكا مع الجوانب كيف كتوضح الصور. ان الكريمه راه كيشد فيها الكريمه. صافي كنعمر واحد لابوش بالكريمه وكندير هاد الوريدات مع الجوانب كنزوقهم كيف كتشوفوا. هنايا عندي هاد الشوكولا ميلكا هي اللي كتعجب الوليدات البنات، ومذاق ديالها زوين. كندوبها في الميكرووند ولا في حمام مائي. كنزيد عليها شويه الحليب، كتزيدوا الحليب ولا كتزيدوا القشطه السائله اللي كانت عندكم. حتى هي ملي كتكون سخونه كتزيدوا حليب بارد باش كيعدل لها الحراره باش ما كتبقاش الحراره نتاعها مرتفعه.
سمحوا لي باش ملي كديروها فوق الكيكه نتاعكم ما كتذوب لكمش. الا كانت سخونه راه غتذوب لكم داك الكريمه وتضيعها. ضروري كديروا الحليب بارد وكتقادوا لها الحراره كتكون غير دافيه غير شويه وكتضيفوها من فوق. صافي عندي هنايا هاد الشوكولا هادي كنضيفها مع الجناب. يمكن لكم تستغناو عليها، انا غير كانت عندي وزدتها وصافي. صافي هذا الشكل ديالها النهائي كيف كتشوفوا. والتزيين كيبقى على حسب الذوق، كل واحد يزين كيف ما عجبو. المهم كتجي غزاله، كتجي رائعه. راكم شفتوا هنايا البنات البسبوسه انا غادي ندير لها غير القشطه السائله باش غادي نسقيها. اللي بغات تسقيها بالسيرو كدير كاس نتاع السنيده مع كاس نتاع الماء ومع نص ليمونه وكتغليهم فوق البوطه وكتسقي بهم. انا ما بغيتش الحلاوه بزاف، ما بغيتهاش. المهم درت لها غير القشطه السائله كيف كتشوفوا. كتجي حتى هي زوينه وكتجي كتعطيها واحد اللذه رائعه. صافي كنجبد داك الكريمه نتاعي اللي صايبت نتاع التين، كنجبدها من الثلاجه وكتكون قصه. حتى البنات كترجعوا تطربوها مزيان عاد كديروها في لابوش نتاعكم باش كتجي مزيانه. المهم كنزوق بها هاد البسبوسه نتاعي وكنقدموها كيف كتشوفوا. كنديرها في هاد الكويغطات البنات لان العين راه كتاكل قبل الكرش. كنديرها في هاد الكويغطات راهم كيتباعوا في المحلات تاع الحلويات في كل بلاصه. صافي وكنقدمها كيف كتشوفوا. كديروها لضيوفكم كتجي رائعه وما راك شفتوا المقادير يعني بساطين وكتجي زوينه لا في المذاق ولا في المنظر. هكا الشكل النهائي نتاع المائده نتاعي. كتقدموها للضيوف ديالكم بوجهكم احمر. وصفات ناجحه 100%. كنتمنى ان الفيديو نتاع اليوم يكون نال الاعجاب نتاعكم. تعليقاتكم ولايكاتكم كتحفزني وكتدعمني. شكرا لاي وحده خدات من التعليق من الوقت نتاعها وكتبت لي تعليق. شكرا لكم من القلب. وشكرا لاي وحده دارت لايك. واذا كنتي جديده ودخلتي للقناه وعجباتك فضغطي على الجرس باش توصلي بالجديد. ومرحبا بالبنات اللي جدادين، الف مرحبا بكم. وكنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب تاعكم. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.